السلام عليكم. المنتخب المغربي يفرض نفسه ويتعادل مع المنتخب الكرواتي، والمنتخب البلجيكي يفوز بشق الأنفس على المنتخب الكندي، واليابان تقسو على ألمانيا وتقلب عليها الطاولة، والمنتخب الإسباني يفتك ويدمر المنتخب الكوستاريكي بسباعية. لا يمكن إنكار أن حصول المغرب على نقطة واحدة من مواجهة وصيف بطل العالم الأخير تبقى حصيلة ممتازة. المنتخب المغربي فقد التركيز في الخمس دقائق الأولى، ولعب الكرات الطويلة تشكل علينا خطرا بسبب المرتدات التي يقوم بها المنتخب الكرواتي، خاصة مع تواجد مودريتش في وسط الميدان. كان المنتخب المغربي ينقصه شيئا في الهجوم، تحس أن بوفال ونصيري غير موجودين. الاعتماد على أناحي وسليم أملاح لم يكونوا حاضرين على قدر المستوى في المباراة الافتتاحية للمجموعة السادسة. من الناحية الدفاعية جيدين، لكن من الناحية الهجومية غائبين. المنتخب الكرواتي كل خطورتهم في مودريتش وبروزوفيتش، لذلك عندما تكون الكرة في حوزتهم تحس بأن الخطر قادم. المنتخب الكرواتي لا يصعد كثيرا، يعرفون أن قوة أسود الأطلس في الأطراف. التحولات التي يقوم بها زملاء أشرف حكيمي تكون بطيئة، لذلك لم نرى هجمات مرتدة خطيرة. المنتخبان أظهران عقما هجوميا واضحا خلال المباراة، فرص قليلة لكل منتخب من تسديدات بعيدة ودونها لم يكن ما يستحق الذكر في منطقة جزاء الفريقين. السلبيات في المنتخبين كانت متشابهة إلى حد كبير، أبرزها البطء في التحضير للهجمات المنظمة، والتحولات في الهجمات المرتدة بجانب طغيان الجانب الفردي لبعض اللاعبين مثل سفيان بوفال. لي كلام على سفيان بوفال بعد قليل، والمبالغة في المراوغة والاحتفاظ بالكرة، لكن تبقى السلبية الأكبر افتقاد المنتخبين للعناصر ذات الجودة في الهجوم، سواء من حيث المهاجمين جناحين أو المهاجم المتمركز، حيث لم يظهروا أي فاعلية وكانت تحركاتهم تقريبا كلها سلبية، ولم تساعد نجوم الوسط في صناعة الفرص. نقفز للدفاع. المنتخبان يملكان الدفاع المنظم للغاية، يستطيع غلق كل المساحات جيدا ومنع المنافسين من تهديد المرمى إلا في مناسبات قليلة، سواء بالتمريرات العرض أو التسديدات من كرات ثابتة. المنتخبان لاعبان بحذر كبير فضلا من عدم الخسارة أولا، ثم البحث عن الفوز ثانيا. لم يكن مهما للغاية كما يبدو على المدربين وليد الركراكي وزلاتكو داليتش، لهذا خرجت المباراة فقيرة هجوميا، وكان من الطبيعي أن تشهد العدد الأقل من الفرص المصنوعة وتخرج دون أهداف. نأتي لبوفال. سفيان لم يعجبني كثيرا، دفاعيا كان جيدا لكن هجوميا كان سيء. لكن لماذا؟ سفيان بوفال عندما يلعب اللعب الجماعي لا يظهر أبدا، عكس إن لعب باللعب الفردي يكون رائعا للغاية. الركراكي طلب باللعب الجماعي، وهذا ما جعل بوفال يقدم أداء سيئا. نقفز للقاء الثاني في المجموعة السادسة، حيث انتهى بتفوق المنتخب البلجيكي بهدف نظيف على المنتخب الكندي، ليعتلي صدارة المجموعة السادسة ب3 نقاط. بداية المباراة كانت قوية من بلجيكا، لكن يقظة حارس المرمى كندا جعله حافظا على شباكه، واحتسب الحكم الزامبي ركلة جزاء لمصلحة كندا الدقيقة 8 بعد مراجعة تقنية الفار، وتقدم لها نجم بايرن ميونخ ألفونسو ديفيز، لكن تيبو كورتوا كان لها بالمرصاد وحافظ على نظافة شباكه ليصبح أول حارس لبلجيكا يتصدى لضربة جزاء على مدار كأس العالم. وقبل نهاية الشوط الأول خطف المنتخب البلجيكي الهدف الأول عن طريق ميتشوي باتشواي بعد كرة طولية. الشوط الثاني حاول فيه المنتخب البلجيكي زيادة الغلة، لكن كان الحارس الكندي لهم بالمرصاد، ولم تكن كندا بدورها لتكتفي بالمشاهدة، حيث حاولت تسجيل صانعة بذلك العديد من الفرص السانحة للتسجيل، لكن الحظ خانها في كثير من المرات لينتهي اللقاء بتفوق بلجيكا بهدف نظيف. نرجع للوراء للمجموعة الخامسة، اللقاء الذي جمع بين المنتخب الألماني والمنتخب الياباني. قبل المباراة غطى لاعب المانشافت أفواههم بأيديهم اليمنى لدى تجمعهم لالتقاط الصورة الفوتوغرافية التي سبقت مباراتهم الافتتاحية في مونديال قطر، في احتجاج واضح ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بحظر ارتداء الشارة متعددة الألوان. كان نوير وستة من قادة المنتخبات الأوروبية يخططون لارتداء الشارة، لكن الفيفا هددت بفرض عقوبات قاسية تتجاوز البطاقة الصفراء. تخيل أننا نحن العرب تحملنا عادات الغرب لسنوات، لكن الغرب لم يستطيعوا تحمل عاداتنا لشهر واحد. لكن ما دمتم في أراضينا عليكم باحترام ديننا وثقافتنا وعاداتنا وقوانيننا. لكن المنتخب الياباني دمره في الملعب وفتك به. وعلى فكرة هذه هي المباراة الثانية التي يخسرها المانشافت في كأس العالم من منتخب آسيوي على التوالي، بعد هزيمتها في مونديال روسيا 2018 من كوريا الجنوبية. بدأت اليابان بتشكيلة 4-2-3-1، لكن هذا الأسلوب لم ينجح في مجاراة ضغط الألمان وتفوقهم الواضح في الشوط الأول. إحقاقا للحق المنتخب الياباني كان محظوظا بالخروج من الشوط الأول متأخرا بهدف واحد، حيث
تشير الإحصائيات إلى أن ألمانيا امتلكت الكرة بنسبة 81، وانتصرت في كل الكرات الثابتة دون ترك فرصة تنفس يابانية. خطورة الألمان كانت باستغلال الأطراف وبالأخص الجهة اليسرى طريق انطلاقات ديفيد روم. ظلت اليابان بلا حيلة، لكن في الشوط الثاني تغير كل شيء بما قام به المدير الفني الياباني بذكائه وخبثه، حيث قام بسحب صانع الألعاب تاكيفوسا كوبو بين الشوطين، ودفع بنجم أرسنال تاكاهيرو تومياسو. غير هيكل اللاعب الياباني إلى ثلاثي خط الدفاع على أن يلعب تومياسو كمدافع ثالث بدل أن يكون ظهيرا أيسر، ونجحت الكثافة الدفاعية من استغلال الألماني اللاعب على الأطراف. استغل المدرب الياباني التراجع البدني لألمانيا وبداية ظهور مساحات في العمق، فبدأ بتنشيط عناصر اليابان تدريجيا. كانت خطوة جريئة ونجح في خلق فرص متكررة للكمبيوتر الياباني. أظهر المدرب الياباني ثقته في الخبرات الألمانية المتواجدة في قائمته. 8 لاعبين في الدوري الألماني يمثل قائمة اليابان التي تحتوي على 26 لاعبا، وبدأ ب6 لاعبين أساسيين. ينتقل اللقاء الأخير بين المنتخب الإسباني والكوستاريكي الذي انتهى ب7 أهداف ل0. كانت علامات انتصار إسبانيا واضحة منذ البداية، حيث قاموا على الفور بحبس الدفاع الخصمي. أجبر الرجال لويس إنريكي لاعب كوستاريكا على أن يكونوا أكثر في مناطق اللعب الخاصة بهم. المنتخب الإسباني تحكم طولا وعرضا وفعل ما يشاء. المنتخب الإسباني حقق 3 أرقام قياسية في هذا المونديال. تسجيل الهدف الأول لداني أولمو أصبح الهدف ال100 للمنتخب، وبذلك أصبح المنتخب الإسباني سادس منتخب يسجل 100 هدف في كأس العالم بعد البرازيل وألمانيا والأرجنتين وفرنسا وإيطاليا الغائب. أما عن الرقم الثاني فهذه أول مرة يسجل المنتخب الإسباني 3 أهداف في شوط واحد في كأس العالم. أما الرقم الثالث في عدد التمريرات منذ كأس العالم 1966. هذا أكثر شوط أول في تاريخ البطولة يشهد قيام أي منتخب بعدد كبير من التمريرات الصحيحة ب 537 تمريرة. ويعتبر غافي أصغر لاعب يسجل هدفا في كأس العالم ب 18 عام و110 يوم. احكي لي في خانة التعليقات، هل سيتأهل المنتخب الألماني أم سيخرج من دور المجموعات؟ ولا تنسى الضغط على زر اللايك وتفعيل جرس التنبيهات. أراكم على خير، السلام عليكم.